مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن زي بتاع المحلات اللي بره، بل بالعكس احنا هنعمله احسن كمان. طعمه كريمي وشكله كريمي. شوفوا شكله حلو جدا ازاي، وريحته خطيرة جدا. ويلا بينا على طول نبدأ في الوصفة. معايا كوباية من الرز المصري العادي، هغسلها كويس جدا وبعدين احطها في الحلة بالطريقة دي. وهحط 3 كوبايات من الميه، ميه عاديه من الحنفيه. هحط 3 كوبايات من الميه. طبعا انا مولعه البوتاجاز على نار هاديه. بقلبهم كده، ولو في حبات من الرز على جناب الحله بنزلها، وبعدين بغطيها واسيبها بقى لحد ما الميه تنشف اللي في الرز كده والرز يستوي معايا بالشكل ده. كده تمام جدا. بجيب بقى الحليب. معايا 2 كيلو من الحليب. حليب يكون كامل الدسم علشان يعمل معانا وش مكرمش زي ما شفناه في اول الفيديو، ويدينا طعم جميل جدا، ويبقى الرز بلبن كريمي وطعمه حلو. فيبقى معايا 2 كيلو من اللبن كامل الدسم، يعني من حد موثوق فيه تكوني جايباه منه، وبنزل بيه تدريجيا. طبعا انا بنزل بيه تدريجيا، وبتبقى برضو النار هادية، ما بنعليش النار عليه، بتبقى النار هادية. يا ريت بقى الكل يحط لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل الفيديوهات الجديدة. انا جبت باقي الحليب، الباقي حطيته كده تمام جدا. انا حطيت الحليب كله وبقلبه، وزي ما اتفقنا النار هاديه وبيغلي معايا. انا هسيبه يغلي 5 دقايق عشان الرز كده ياخد طعم اللبن ويبقى طعمه جميل. فهسيبه 5 دقايق يغلي بالظبط. 5 دقايق زي ما شفناه يبتدي يغلي بالشكل ده. وبعدين بقلبه، كل شويه بقلبه. يلا بقى الكل يحط لايك للفيديو. بعد كده معدت ال5 دقايق وهو بيغلي، هحط كوبايه من السكر. كوبايه من السكر على الكميه دي بتدي يعني كده بيبقى يعني السكر بتاعه مظبوط. لو انت حابه سكره اكتر من كده فحطي كوبايه وربع او كوبايه ونص، مفيش مشكله. حابه سكره قليل فحطي كوبايه الا ربع. وبحط معلقه كبيره من القشطه. القشطه اللي هي وش اللبن، او لو ما عندكيش قشطه تبقى عادي زبده، او ما تحطيش حاجه فمفيش مشكله برضو، بس هتكون طبعا زبده بلدي. لو ما عندكيش فما تحطيش حاجه، مفيش مشكله. وبقلب كده بقى. بعد ما حطيت دول بسيبه 5 دقايق برضو تاني على البوتاجاز. وبعدين بقى ببتدي احضر النشا. معايا ربع كوبايه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه، فحطت عليها 3 معالق كبار من النشا. وابتدي بقى ادوبه. طبعا انا سايبه الرز بلبن على البوتاجاز زي ما اتفقنا. بعد ما حطينا السكر بسيبه برضو 5 دقايق كمان. بعد ما قلبته بقى ببتدي احط نص معلقه صغيره من الفانيليا. طبعا انا ايديا دايما فيه وبفضل اقلب. وبعدين جبت بقى النشا وبنزل بيه تدريجيا، انزل شويه بشويه واقلب. طبعا زي ما اتفقنا احنا النار هاديه عشان الرز ما يحطش معاكي من تحت ويبقى مكلكع وما يبقاش كريمي معاكي، فتبقى النار هاديه. انا باكد كل شويه للنار هاديه، وكل شويه بقلب وايديا فيه بالشكل ده. بفضل اقلب وانزل النشا شويه بشويه لحد ما خلصت كله.
كده تمام. بسيبه بقى يغلي حوالي دقيقة. بعد ما حطيت النشا بسيبه يغلي حوالي دقيقة او دقيقتين بالكتير، وبعدين بقى بطفي عليه طبعا وانا بقلب فيه. شوفوا اول ما غلى كده بسيبه دقيقة او دقيقتين وبعدين بطفي عليه. يا ريت بقى اللي بيتفرج معايا لحد دلوقتي يكتب لي تعليق ايه رأيه في الفيديو، واللي يعمل الوصفة يرجع يرد عليا اخبارها ايه معاه. تمام كده انا طفيت عليه خلاص. بعديها على طول مباشرة انا ما بستناش الرز يبرد في الحلة وهو سخن، على طول بجيب الاطباق بتاعتي وابتدي اغرفه فيها. وهو سخن على طول ببتدي اغرف في الاطباق، سواء اطباق بولات اي حاجة موجودة عندك هتحطي فيها. طبعا وانا بقلب كل مرة بقلب واخد من فوق لتحت عشان ما اخدش الوش من فوق واسيب من تحت، فبنقلب وناخد من فوق لتحت. كده بعبي الاطباق كلها، همسح بس الزيادة دي اللي جت على الطبق، وبعدين بقى هعبي الاطباق كلها بنفس الشكل. هعبيهم كلهم عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. عبيتهم كلهم بالشكل ده، عبيت الاطباق كلها. شوف عمل معايا كمية كويسة جدا، وشوف هو بيتباع غالي جدا بره، احنا بنعمله في البيت نظيف وطبعا طعمه مميز وبيبقى حلو جدا. انا سبت بقى الرز ابو لبن ده لحد ما برد خالص، لحد الاطباق ما بردت نهائي، يعني سبت حوالي 4 ساعات او 5 ساعات لحد ما برد خالص. وتمسكي الطبق في ايديكي كده تحسي انه بارد خالص ما فيهوش اي سخونه. بتبتدي بقى لو طبق زي اللي انا وريتهولك ده ليه غطا بتغطيه، لو الاطباق دي ملهاش غطا بتغطيها بستريتش بالشكل ده. يبقى اللي ليه غطا بتغطيه بغطاها عادي، اللي ملهوش بتغلفيهم كلهم بالاسترتش بالشكل ده. وبعدين بقى بحطهم في التلاجة. ده كان بالليل، تاني يوم على طول طلعتهم من التلاجة. شوفوا بقى شكلهم معانا حلو جدا ازاي، والوش المكرمش ازاي طلع معانا زي بتاع المحلات واحسن كمان. وشه مكرمش وطعمه كريمي وشكله خطير جدا، فعلا تحفة بجد. اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم.